الابتلاءات الابتلاءات دي فعلا والله، يعني اللي يتعمق واللي يبقى يقظ كفاية يحمد ربنا عليها جدا، لأنها من حب ربنا لينا. يعني ايه أحلى من إن هو يعرفك انت جواك ايه محتاج تشتغل عليه، علشان هو عايزك تبقى انسان افضل. يعني مفيش احلى من كده. ساعات ناس تقول ايه ربنا بيختبرني، قال يعني مثلا ربنا مش عارفنا وقال يعني بيختبرنا عشان يعرفنا. لا، هو بيختبرنا عشان احنا اللي نعرف نفسنا. ونطور نفسنا ونشتغل على نقاط الضعف اللي عندنا. بالظبط. يعني لو هندي مثال في التعلق، اكتر حاجات حضرتك بتقابليها في شغلك وانا عارف، واكتر حاجات انا بقابلها فكرة التعلق وفكرة الايه الفقد. ما هو من الاول التعلق عامل ازاي؟ ما هو انت كان لازم اولا، في حتة هنا احب اقولها قوي، ان في مفهوم ربنا سبحانه وتعالى ماشي عليه الكون كله وبيفهمه لنا من اول يوم، اسمه مفهوم الزوال. ان والله الدنيا دي كلها، الدنيا مش انا وحضرتك، ده الدنيا كلها على بعض ليها عمر والى زوال في الاخر. فاحنا بنحاول نفهم المفهوم ده. لما حضرتك بتتعلق قوي 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 بشيء مادي بقى، فلوس، كرسي، سلطة، شخص معين، تتعلق بيه بشكل غير طبيعي. طبيعي ان احنا نحب، عشان بس الناس تفهمنا صح، طبيعي ان احنا نحب جدا، ده لازم نحب. ساعة الفقد إيه اللي يحصل؟ فانت بتكون اتعلقت قوي، فربنا عاوز يعرفك ان دي نقطة ضعف عندك، دي عندك انت، دي غلط. لان الشخص ده في الاخر لوحده هو ليه عمره وليه حاجته وليه دنيته، فهو كده كده في الاخر هيفارق، وانت كمان هتفارق. فماذا لو كنت انت اللي فارقت؟ ما كنتش هتعيط العياط اللي انت عيطته وتعبت؟ عيط طبعا تعيط، لكن لحد امتى؟